اهلا بيكم في قناة مورفين وفيديو جديد عن الجلد. الجلد اللي ناس كتير ما تعرفوش انه اكبر عضو في جسم الانسان، بيديك الاحساس باللمس والضغط ودرجة الحرارة، وده بسبب النهايات العصبية الموجودة فيه. بينتج لنا الميلانين اللي بيحدد لون البشرة ولون الشعر وبيحمينا من اشعة الشمس. الجلد تقريبا 16% من وزن الجسم، لو فردته هيوصل ل 2 متر مربع. الجلد طبعا مش كله نفس السمك، تحت جفن العين بتكون ارق منطقة، وفي كعب الرجل بتكون اسمك منطقة. الجلد بيتكون من كذا طبقة: طبقة البشرة أو الإبيديرمس، وطبقة الأدمة أو الديرمس، وطبقة تحت الجلد والطبقة الدهنية أو السبكوتينيوس تيشو. وفوق كل الطبقات دي بيكون في طبقة ميتة من الجلد، دي لو مشيت إيدك على سطح قديم هتلاقي فيه تراب ناعم كده. التراب ده حضرتك، لا التراب ده حضرتك اللي هو انت جلدك بعد ما يموت بيتحول لطبقة التراب دي. عشان كده لو لميت شوية من التراب ده وولعت فيها هتشم ريحة زي ريحة الشعر المحروق كده. خلايا الجلد عشان تتغير بتاخد حوالي شهر، وطبعا كله مش بيحصل في نفس الوقت. يعني انت عمرك شفت واحد بيطلع من جلده زي التعبان؟ شكل الجلد بيتغير طبعا من وقت للتاني، زي مثلا لو الجو حر او اتحطيت في موقف محرج فخدودك بتحمر، يعني لون الجلد بيتغير. العلماء ما عرفوش يقيسوا بالظبط عدد بصيلات الشعر الموجودة على سطح الجسم، بس هي بتتراوح بين 2 مليون ل 5 مليون بصيلة شعر. وضعف العدد ده غدد عرقية. جنب بصيلات الشعر فيه الغدد الدهنية، وهي دي اللي بتنتج الطبقة الدهنية اللي موجودة على سطح الجلد. الجلد مش بس بيعمل كل ده، الجلد كمان بينتج فيتامين دي اللي ليه دور أساسي في تكوين العظم والأسنان. وبما إننا اتكلمنا عن الجلد فلازم نتكلم عن الشعر عشان محدش يزعل. عشان انا ما اقدرش اكدب عليك، انا راجل كوريكتو. الشعر مميز للثدييات، بيدفينا برضه، بيخلي شكلنا أجمل، وفي بعض الحيوانات بتستخدمه للتمويه عشان تخلي حجمها أكبر عشان تخوف الحيوانات التانية. شعرك بينمو بمعدل 1.5 سنتي في الشهر، وبياخد حوالي 6 شهور عشان يقع ويطلع شعر جديد مكانه. طبعا انت سيدي عارفين ان التوتر والضغط بيأثروا على صحة الشعر، وبيزود معدل ان شعرك يقع. الشعر بيبدأ يشيب او يبيض لما الخلايا اللي بتفرز الميلانين تبدأ تضعف، فتنتج الميلانين بشكل اقل، فالشعر يبدأ يفقد الصبغة بتاعته فيتحول للون الابيض. وعندي طلب منكم لو ما فيهاش تقل دم يعني بس لو حد شايف ازاي ممكن نعدل المحتوى ده او نطوره، او ايه الافكار اللي ممكن نعملها بحيث ان احنا نحسن المحتوى ده، يا ريت يكتبها لنا في الكومنتات، واكون شاكر جدا ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ماشي.